أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء الذي يشكل تجسيدا جديدا للمخطط المندمج لتنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2015-2020. ويعكس هذا المشروع الرائد الذي سيشيد في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة باستثمار تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بالثقافة التي تعد أساس تلاحم الأمة وعماد هويتها وأصالتها، وتؤسس المسارح الكبرى التي تم تدشينها أو إطلاق أشغال إنجازها خلال الأشهر القليلة الأخيرة بوتيرة متسارعة لجيل جديد من المؤسسات الثقافية بعدد من كبريات مدن المملكة. والمسرح الكبير للدار البيضاء حلقة جديدة في تجربة إحداث هذا النوع من المسارح بمختلف مدن المملكة، من قبيل مسرح محمد السادس بوجدة، والمركب الثقافي لفاس، والمركب الفني لطنجة. ويأتي إطلاق جلالة الملك أشغال إنجاز هذا المشروع الكبير بعد حوالي أسبوع واحد فقط من إطلاق جلالته أشغال إنجاز المسرح الكبير للرباط الذي يشكل بدوره رمزا للانبعاث الثقافي والفني لعاصمة المملكة. والهدف من هذه التجربة هو توفير البنيات التحتية الكافية لممارسة العمل المسرحي في ظروف ملائمة، وذلك بإحداث مسرح في كل إقليم. التفاصيل. اهتمام خاص بالثقافة التي تعد أساس تلاحم الأمة والمرآة التي تعكس هويتها وأصالتها. معلمة ثقافية كبرى يعطي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم إعطاء انطلاقة أشغال إنجازها لتعزيز الإشعاع الثقافي لمدينة الدار البيضاء وتكريس البعد الثقافي في تحقيق التنمية المستدامة. المسرح الكبير للدار البيضاء صرح فني يعكس عناية صاحب الجلالة التي ما فتئ يوليها للنهوض بالشأن الثقافي الذي يعد رافدا أساسيا من روافد التنمية الشاملة، وكذا الدعم المتواصل لجلالته للإبداع الفني بمختلف أشكاله وأنواعه، والذي تزخر به مختلف جهات المملكة بما يمكن من الإسهام في تعزيز تنميتها المحلية. إحداث هذه المعلمة المعمارية التي توجد في قلب الدار البيضاء هو بمثابة تنزيل الرؤية الاستراتيجية التي يقوم عليها مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى، الذي يرمي إلى جعل العنصر البشري في صلب ومحور اهتماماته، ويهدف إلى تحويل هذه الحاضرة المتروبولية إلى فضاء جذاب للعيش والتواصل والازدهار والترفيه في خدمة السكان والمستثمرين والزوار، وفي سبيل الارتقاء إلى ما يبتغيه جلالة الملك لهذه الحاضرة. ويأتي إنجاز المسرح الكبير للدار البيضاء لتعزيز مختلف المبادرات التي يتخذها جلالة الملك من أجل تعزيز الإشعاع الثقافي للمملكة، من قبيل إنجاز متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وإطلاق أشغال إنجاز المسرح الكبير بالرباط، وكذا تنظيم معرضين بباريس حول موضوعي المغرب المعاصر بمعهد العالم العربي، والمغرب الوسيط إمبراطورية من إفريقيا إلى إسبانيا بمتحف اللوفر. وتؤسس المسارح الكبرى التي عرف تدشينها أو إطلاق أشغال إنجازها خلال الأشهر القليلة الأخيرة وتيرة متسارعة لجيل جديد من المؤسسات الثقافية يسطع في عدد من كبريات مدن المملكة، بما يكرس الموقع المحوري الذي أضحت تحتله الثقافة باعتبارها المحرك الفعلي للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وسيمول هذا المشروع الثقافي الذي ستنجزه شركة الدار البيضاء للتهيئة من الميزانية العامة للدولة والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهة الدار البيضاء الكبرى والجماعة الحضرية للدار البيضاء. وهكذا ينسجم إحداث المسرح الكبير بالدار البيضاء مع الرؤية الإرادية للمملكة
التي تحرص بتوجيهات وتتبع جلالة الملك على ملائمة الممارسات الجيدة مع تصور التنمية البشرية المستدامة وترجمة هذا التوجه في شكل مشاريع عمرانية ومشاريع بنية تحتية في أفق تحويل المغرب إلى نموذج على المستوى الجهوي والدولي. مجسم المسرح الكبير بالدار البيضاء يبرز الدور الكبير لهذه المعلمة الثقافية التي ستمكن الجهة من قطب مخصص للتنشيط بكل أنواعه ومكان مميز لاحتضان التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية الكبرى وتحفيز بروز المواهب لا سيما في أوساط الشباب. المسرح الكبير للدار البيضاء الذي سيشكل فضاء ثقافيا بمعايير دولية سيشتمل على قاعة للعروض سعتها 1800 مقعد ومسرح سعته 600 مقعد وقاعات للحفلات تتجاوز طاقتها الاستيعابية 300 مقعد وفضاءات للتمرين والإبداع وورشات بيداغوجية للأطفال وقرية للفنانين والتقنيين وفضاءات تجارية وفضاءات في الهواء الطلق مخصصة للحفلات تتسع ل35 ألف شخص. مشروع وازن بكل المقاييس وورش من ضمن أهم أوراش إعادة تهيئة مدينة الدار البيضاء وتأهيل مشهدها الحضري، بحيث سيندمج المسرح الكبير مع إعادة تهيئة ساحتي الراشدي ومحمد الخامس الشرقية اللتان ستحتضنان بعد 36 شهرا أي بعد انتهاء مدة الأشغال مواقف تحت أرضية للسيارات بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 عربة. المسرح الكبير للدار البيضاء الذي سيشيد باستثمار تبلغ قيمته 1,500,000,000 درهم هو إحدى حلقات تجربة الجيل الجديد من المسارح الكبرى التي انبثقت نواتها الأولى في مسرح محمد السادس الذي أشرف جلالة الملك على تدشينه بوجدة، وكلها مشاريع تندرج في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع المسرحي وتكريس دور البنى الثقافية في تحقيق التنمية. الهدف الأصيل لهذه التجربة يتمثل في توفير البنيات التحتية الكافية لممارسة العمل المسرحي في ظروف ملائمة، وذلك بإحداث مسرح في كل إقليم يستجيب للمواصفات المهنية الحديثة بما يمكن هذه البنيات من الاطلاع بدورها التربوي والتثقيفي والتنموي داخل المجتمع، ويعزز بالتالي مساهمة قطاع الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. والمسرح الجديد هو عنوان ثقافي وحضاري من عناوين مدينة الدار البيضاء الحديثة. أوراش تعمل اليوم في مجال إنسانية الإنسان وحيوية الحياة والمواطنين والتأكيد على الطابع المدني للمدن، فبناء مكتبة أو متحف أو مسرح هو استثمار في الإنسان وهو أكبر رأس مال في أي وطن. ويعتبر المسرح الكبير للدار البيضاء نقطة التقاء للفنون والثقافة وأيقونة معمارية وحضارية بالنسبة للمدينة ورمزا للانبعاث الثقافي والفني لعاصمة المملكة الاقتصادية، كما سيمكن من تحسين ولوج الساكنة المحلية لبنيات التنشيط الثقافي والفني مع كل ما يرتبط بذلك من تطوير الملكات الفكرية والطاقات الإبداعية. عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ومحمد ناطق. النهوض بالثقافة بمختلف مجالاتها شكلت إحدى اهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبلورت من خلال إشراف جلالته ومتابعة إنجاز جيل جديد من المؤسسات والبنيات الكبرى للتنشيط الثقافي والفني. ويبرز هنا وخاصة في الأيام القليلة الماضية تدشين العاهل الكريم لمسرح محمد السادس بمدينة وجدة ومتحف الفنون الحديثة والمعاصرة بالرباط، وإعطاء جلالته انطلاق بناء المسرح الكبير للرباط. العاصمة الاقتصادية للمملكة بدورها وفي إطار المخطط المندمج لتنمية جهة الدار البيضاء الكبرى أصبح لها مشروع ذات أبعاد ثقافية وفنية في مستوى تاريخها ومكانتها على الساحة الوطنية. تأسست لجنة مهمة فيها غير المغاربة من المهنيين، فدوزنا جميع من واحد المجموعة من المهندسين المعماريين أجانب ومغاربة من أحسن ما كاين في العالم، فدرنا واحد الترتيب من أحسن مشروع، المشروع اللي كان شوية أقل
ولكن الاختيار كان من هذا المسائل جوج، هاد العنصرين اللي هما مهمين، وهو احسن مشروع والمشروع اللي يكون داخل في الميزانيه. التصميم المعماري للمسرح الكبير يتوخى جعل المشروع تحفة فنية تجمع بين عراقة المعمار المغربي الأصيل والمعايير الدولية في بناء المسارح. الهدف هو إنجاز مسرح بهذا الموقع المحبوب من طرف الساكنة البيضاوية، وهو موقع تاريخي يتضمن بنايات يعود تاريخها إلى حوالي 100 سنة، منها قصر العدالة ومقر الولاية. وسينضاف إلى الجانب التاريخي للموقع فضاء ثقافي، الشيء الذي سيضفي على هذا الموقع طابعا غنيا ومميز. وفي تصورنا حاولنا أن نجعل من موقع المسرح الكبير مدينة ثقافية. كاين أولا الساحة بالعمل اللي وضعنا عليها، وتيجي المسرح تتوج هذه الساحة هذه بواحد البوابة كبيرة اللي تتفتح، وهذه البوابة يمكن لها تكون خشبة كذلك، اللي يمكن يكونوا فيها بعض التظاهرات الثقافية على خارج المسرح. ومن داخل المسرح هناك 4 قاعات ل 1800 شخص، وقاعة ديال 700 شخص، وقاعات أخرين للأطفال وكذلك للتمارين. بانطلاق أشغال بناء المسرح الكبير للدار البيضاء تكون أكبر مدينة بالمغرب على موعد مع مرحلة جديدة من الإشعاع الثقافي والفني. هو مشروع ثقافي طموح سيضيف لساحة محمد الخامس، هذه الساحة البيضاوية التاريخية، رونقا متميزا، كما سيشكل بالنسبة للمشهد الثقافي والفني الوطني متنفسا مهما في قلب العاصمة الاقتصادية لاستقطاب الأنشطة الثقافية والفنية الوطنية والدولية المغربية وخارج المغرب. هو فضاء ثقافي وفني متميز لمدينة الدار البيضاء، فهو تيدخل في المخطط الاستراتيجي ديال تنمية مدينة الدار البيضاء، وإن شاء الله غادي يتنجز في هذه الساحة اللي هي الساحة عندها من معالم مدينة الدار البيضاء. غادي يكون من بين أكبر المنشآت الثقافية والفنية على الصعيد الإفريقي ولا على الصعيد العالم العربي. إنجاز هذا المشروع الثقافي والفني الضخم يأتي بفضل المساهمة الفعلية لعدة أطراف حكومية ومحلية، والتي وفرت له إمكانيات مادية وتقنية هامة. المبلغ الإجمالي لهذا المشروع يبلغ 1,500,000,000 درهم لإنجاز هذا المشروع الذي سوف يأتي بالكثير بالنسبة للميدان الثقافي. فمدينة الدار البيضاء فهي كنعرفوها مدينة متعددة الثقافات، فهذا المشروع هذا سيكون بمثابة واحد اللؤلؤة بالنسبة للثقافة داخل الجهة. وغدار كذلك في واحد الموقع اللي هو قريب من الموقع ديال المسرح البلدي القديم اللي كان تحطم بالأسف في السبعينات. وهذه المعلمة كدار اولا للبيضاويين، وثانيا العالم ديال المبدعين وديال الفنانين اللي كلهم متواجدين بمدينة الدار البيضاء. فكنظن ان البيضاويين كانوا كينتظروا مثل هذه المبادرة. إحداث معلمة حضارية في قلب مدينة الدار البيضاء يتوخى تمكين العاصمة الاقتصادية من فضاء ثقافي وفني في مستوى حاجية ساكنتها، وهو مشروع ضمن مشاريع أخرى تتميز بطابعها الكبير والقادر على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرياضية. والمسرح الكبير للدار البيضاء الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم انطلاقة أشغاله بإنجازه شكل بالنسبة للمشهد الثقافي الوطني حدثا تاريخيا متنفسا فنيا مهما في قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة. نستمع لبعض الشهادات لفنانين مغاربة. معلوم غادي يكون دور كبير، لان اولا كاينه شي انتاجات اللي كنتجوها دابا الان ولات كبر من هذوك الدور ديال الثقافه اللي كنعرضوا فيها، ولا خصنا والدار البيضاء بالخصوص هو سيدنا الله ينصرو كيفاش كينظر لهذه المدينه. هذه مدينه عاصمه اقتصاديه البلاد، خاص كل حاجه تكون كبيره. كفنان مسرحي انا فخور وفرحان جدا بهذه المعلمه اللي غادي تعرف مدينه الدار البيضاء، وفخور اكثر لانه كنلاحظوا جميع بانه حاليا صاحب الجلاله
محمد السادس الله ينصرو، يعني عطى الثقافه واحد الابعاد اخرى. يعني غير هذه مده قليله يعني شفنا المتحف، شفنا المسرح ديال مدينه وجده، شفنا المسرح الان اللي كيتبنى في مدينه الرباط، والان جاء دور الدار البيضاء. فاحنا فخورين وفرحانين، وكنتمنوا ان شاء الله نكونوا في المستوى اللي كيتمنى لنا صاحب الجلاله الله ينصره. هو امل كل المسرحيين ان يكون عندنا مسرح كبير يعني في مستوى المغرب، لان المغرب تبارك الله يعني لا ثقافيا ولا فنيا ولا في جميع المجال هو متقدم. هذا المسرح هو غادي يزيدنا فخر. فهذه المعلمه هي مكسب لكل مبدع خلاق فنان يعطي ويحب لهذا الوطن ويعطيه مكانته. وكما يقال في المثل: إذا أردت أن تتعرف على شعب فانظر إلى فنه. فهذا يعني الإنتاج الضخم الذي هو كانت له مدينة الدار البيضاء في حاجة ماسة، وخصوصا الجمهور البيضائي أو البيضاوي الذي يفتقر لمعلمة من هذا الحجم. نحن جميعا معتزين بهذه المعلمة الكبيرة الهائلة الفنية اللي غتعطي واحد المجال واسع للفنان المغربي، وغادي تخلي الدار البيضاء إن شاء الله يعني اللي هي مليئة بالفنانين وبالمبدعين. إن شاء الله يكون هذا الإنجاز العظيم اللي قدمه سيدنا صاحب الجلالة محمد السادس غادي يكون إن شاء الله فيه الخير للمستقبل، وغادي يكون إنجاز عظيم إن شاء الله. هي سوف تكون معلمة ثقافية كبيرة تعتز بها الدار البيضاء ويعتز بها المغرب، وبالتالي ستكون كذلك توأمة للمعلمة الكبيرة التي أسست كذلك، التي وضع الحجر الأساسي لها صاحب الجلالة الأسبوع الماضي، وكذلك افتتاح المتحف محمد السادس كذلك اللي في المشكلية. وهذه الثلاث معلمات هي إضافة كبيرة للثقافة ولحضارتنا، وكذلك لتأكيد هويتنا الثقافية والحضارية.